السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله بقى جايلكم بوصفة غدا جميلة وسهلة. رحت بقى اشتريت القرنبيطة القمر دي. بصوا تحسوها كده بوكيه ورد كده في نفسها. كنت جايبة القرنبيطة دي ب15 جنيه يا بنات، وقلت بقى أعمل بيها وصفة غدا كده سهلة، وكنت مش عايزة أقف خالص في المطبخ. فهقول لكم بقى أنا عملت فيها إيه. بعد ما فصلتها عن العروش بتاعتها دي، مسكتها غسلتها بقى كده كويس علشان الترابة اللي في الجو، ولازم طبعا انك بتنضفي الخضار بتاعك. وبعد كده بقى ايه، قلت هسلقها. فهقطعها الاول كده قطع، يعني تبقى اصغر كده شوية. وقلت برضو اقشر القشرة الخارجية اللي بتبقى عليها دي. ما كنتش بقشرها الاول، وبعد كده حماتي قالت لي لا خلي بالك، ده بيبقى فيها قشرة كده على القرنبيط من بره. فخلي بالك برضو ايه بيقشريها علشان ما تبقاش يعني في التسوية بقى تتعبك. ويعني مش بتبقى محبذة بقى ان انت ايه تسيبيها. حابة بقى دلوقتي كده واحنا في المقطع ده مع بعض، ان انا اشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي التعليقات الحلوة، ان انا اشكرهم واحدة واحدة. طبعا حبايبي وهقول دلوقتي التعليقات انا كاتباهم بقى في ورقة علشان ده يعني واجب عليا ان انا طبعا اشكركم على كلامكم الحلو ده. عبير جمال، وصفات وابتكارات لمار، مازن يوسف، الشيف مروة كيتشن، وريحانة بكر، ريهام المهدي، أم بطة، هنوشو شهد، أم أحمد سوهاج، مطبخ توتة، منى البدري، مامة يزن، أميرة البهلول، كيان ياسمين، إيمان السيد، حياتك مع نوجة، خالته حنان، طنط جميلة، وطبعا حماتي ومامتي واختي. ربنا يبارك لي فيكم جميعا يا رب ويحفظكم. متحرمش ابدا من تعليقاتكم الحلوه اللي دايما بتشجعني كده على اني اقدم لكم دايما المحتوى المحترم المفيد. بصوا بقى يا امارات، دلوقتي انا كنت حطيت ميه السلقه على النار، وحطيت فيها كده يعني زي ما انتوا شفتوا كده رشه من الكمون. بعتذر معلش عن صوتي، لاني انا يعني بتلاقوا كده الصوت متغير طول فتره اللي هو تغيير الفصول ده. تحسوا ان انا يعني عارفين ايه، صوت شخصية تانية خالص. ببقى مزكمة جامد قوي فيعني معلش ما تاخدوش بقى في بالكم ان الصوت متغير، يعني انتوا عادي بقى خلاص اتعودتوا بقى لنا سنين مع بعض ما شاء الله. وخلاص بقى يعني ايه بتستحملوني بقى كده، وربنا يبارك فيكم. ودايما دايما يعني بتدعموني بكلامكم الحلو بمشاهداتكم وبلايكاتكم، وربنا يكرمكم يا رب كده ودايما نفضل ان شاء الله صحبة حلوة كده مع بعض، نفيد بعض يا رب دايما بالخير. فهنا ايه، انا سلقت الكرنب. الكرنب ايه شفتوا، مش بقول لكم الاسلاك كلها ضربت خلاص. كنت بسلق القرنبيط، وكنت بحمر بقى شعرية كده عشان عايزة اعمل رز بشعرية، بيبقى حلو قوي جنب الاكلة دي. كنت بوريكم التوم اللي انا بكون مفرزاه، برطمان التوم، كنت بوريكم كده في مقطع فات، بس للاسف انا يعني ايه ملحقتش ان انا اعلق عليه، يعني فاهميني ملحقتش اشرح عليه إيه اللي كان في المقطع. فعادي ملحوقه، يعني هقول لكم دلوقتي الكيس ده كان فيه ايه واوريكم برضو تاني برطمان التوم ده هيجي دلوقتي تاني، يعني ما تقلقوش. حطيت بقى هنا الرز ده حلو قوي، يعني ما بيتغسلش، اللي هو الرز النظيف ده. كنت جايبة تقريبا الكيلو رز كان اسمه تقريبا الريف، هو الرز اللي هو الشركات. رز رز مصري. كنت اقول لكم رز ابيض امال هيبقى رز ايه ملون. آه فبعد كده فده بيبقى نضيف قوي، يعني ولا بيتنقى ولا بيتغسل، يعني هو مكتوب عليه كده ان هو ايه لا يتم غسله، هو مغسول يعني ايه منقى يعني بالبخار وبطريقة يعني تكنولوجية وكده. فانا دايما على طول بحب ايه استفيد بقى بالنشا بتاعه، وما بغسلوش، يعني مبعدش غسله، نضيفه حلو قوي. حطيت بقى كده المية بتاعتي خلاص والملح والفلفل، وبدأت بقى خلاص بصفي كده القرنبيط بتاعي ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الصلاة على النبي حلوة جدا جدا، بتفرج الهم لو انت مهمومة، لو انت عندك يعني في حاجة كده شغلة بالك، او حاسه كده ان انت يعني عايزه ايه، محتاجه كده ترتاحي نفسيا، اقعدي صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل الصلاه عليه: يكفى همك ويغفر ذنبك. يعني تبقي الهم ينزح خلص عن قلبك وعن تفكيرك، وكمان مغفرة للذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، هنا كنت بعمل ايه، بعصج اللحمه المفرومه. انا هعمله اللي هو القرنبيط باللحمه المفرومه. اكله حلوه وجميله وسهله كده. وخدت معلقه صغيره كده من التوم المفروم ده، هحطه طبعا تاني في الفريزر البرطمان الازاز ده عشان احافظ عليه، لان انا بيقعد معايا كده ما شاء الله بالشهور. فهضيف بعد كده البصل. انا هنا كنت فرمه البصل كده في الكبه يعني عشان يسهل عليا. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، انا يعني عايزه اعمل الاكله دي كلها ما تاخدش معايا نص ساعه، فكنت عايزه كل حاجه سريع سريع. ففرمت البصل في الكبه، وضربت برضو القوطه بتاعتي في الخلاط. جهزت كده الاجهزه الكهربائيه بتاعتي، وبدات بقى ان انا ايه اشتغل. وبعد كده بقى ايه، صفيت طبعا عصير الطماطم، وبقوم واخده على طول كده الصفايه دي وشطفاها كده، يعني على طول كده في السريع على الحوض. خلاص كده انا كده ايه بعصج اللحمه المفرومه، وهسيبها بقى قيمه ايه 10 دقايق كده تستوي كده بقى مع نفسها، واحط لها بقى البهارات دي. بصوا انا ضفت لها ايه، توم بودره وبصل بودره وبهارات اللي هي الكركم والكاري، اي بقى يعني نكهات انت حابه تكون عندك في الطبخه بتاعتك. بابريكا طبعا، هجيب معاكم دلوقتي برطمان البابريكا اللي هي المدخنه، واضيفها برضو بتبقى حلوه قوي البابريكا المدخنه دي مع اي حاجه فيها صلصه طماطم. يعني اي حاجه فيها بتضيفي لها طماطم، حط لها البابريكا المدخنه دي بتبقى حلوه قوي، وبتضيف لون وطعم ونكهة حلوة قوي للطبخة بتاعتك. بصوا بقى الكيس ده اللي هو كان في المقطع اللي فات، وانا قلت لكم هنرجع له تاني. الكيس ده يا بنات كيس الشطة. عارفين كيس الشطة اللي مثلا لو انت جايبه علبه كشري، فاهميني، لو يعني بجيب علب كشري من محلات يعني الكشري وكده، فبيديني دايما مع علبه الكشري اكياس شطه واكياس دقه والحاجات دي. فانا اكياس الشطه دي بقى مش برميها يعني، بحتفظ بيها فين، في الفريزر. الحركه دي اتعلمتها من ماما بقى. ماما ربنا يبارك في عمرها يا رب، هي اللي دايما علمتني الحركه دي. قالت لي كيس الشطة دي بدل ما ترميها، ضيف يعني شيليها عندك في الفريزر، حطيها بقى على اي طبيخ بتبقى حلوة قوي. انتوا عارفين محلات الكشري بتبقى عاملاها كده بالدقة والصلصة، يعني بتبقى عاملاها شطة دي بتبقى حلوة قوي. فباخد منها بقى على خلطة المحشي وعلى اي طبيخ عندي، وعلى زي كده اي حاجة بصلصة الطماطم بتبقى تحفة. غرفنا بقى كده الأكلة بتاعتنا، طريقة تقديم بقى كده حلوة تفتح النفس، وبألف هنا وشفا. ادعولي بقى علشان الزكام ده بيضايقني جدا، بحس هو بكاتم نفسي كده. شفانا الله وعافانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.